أهلا بيكم مع فوكلر، حكايات تعيشنا في عالم الخيال والتشويق. بس قبل ما نبدأ الحلقة ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان نبدأ حلقتنا. يلا بينا نبدأ الحلقة. بنبدأ حكايتنا مع سامح دكتور في الجامعة وعزة الصحفية. سامح وعزة أولاد عم وأصحاب طول عمرهم وبيتعاملوا مع بعض إنهم إخوات، لكن حصل حاجة غريبة. جدهم كتب وصية إنهم ورثوا منه 10 مليون جنيه بشرط يتجوزوا بعض. عزة وسامح كانوا رافضين الفكرة تماما لأنهم شايفين إنهم ما ينفعوش غير إخوات وبس. والد سامح كان مضطر يسافر بعد ما استلم نصيبه من تركة والده لأن كان عنده شغل مهم في شرم الشيخ، وقعد مع سامح قبل ما يسافر واتكلم مع سامح وقال له: بص يا سامح يا ابني، أنا ربنا مديك ليا ابن راجل والحمد لله، وأنا ربيتك كويس وعمري ما ضغطت عليك في قرارات حياتك. أنا مش عاوز أقولك إيه رأيي في وصية جدك، لأني واثق في أي قرار أنت هتاخده لمصلحتك وهتبقى دارس أبعاده كويس، وما تاخدش قرارك تحت ضغط أي حد أيا كان، وما تعملش حاجة أنت مش مقتنع بيها حتى لو هترفض وصية جدك. احسبها صح قبل ما تاخد القرار. سامح سلم على والده وحضنه قبل ما يسافر. وبعد ما سافر فريد والد سامح كان قاعد بيفكر مع نفسه. والدته جت قعدت معاه بتحاول تقنعه انه يوافق على الوصية ويتجوز عزة بنت عمه، وبتقوله: يا ابني، حبك لعزة مش حب اخوات ابدا، ده حب تاني وانت اكيد فاهم قصدي. سامح قال لوالدته: امي، مع احترامي لحضرتك، انا مش عاوز حد يفهمني مشاعري، انا عارف حقيقة مشاعري كويس، ولو سمحتي انا عاوز افكر في الموضوع لوحدي من غير ضغط من اي حد. في الجهة التانية عزة قاعدة على سريرها في اوضتها بتكلم صاحبتها وبتحكي معاها على اللي حصل. والدها بيخبط عليها باب اوضتها وبيقول لها: تسمحي لي اقعد اتكلم معاكي شوية؟ عزة: طبعا يا بابا، اتفضل. والدها بدأ يتكلم معاها في الموضوع وبيقول لها: انت ليه رافضة ابن عمك؟ هو سامح فيه عيب؟ ده شاب ودكتور في الجامعة ومحترم وعاقل وكمان طموح ومش زي شباب اليومين دول، وكمان ابن عمك وهيحافظ عليكي، ايه العيب؟ عزة بترد على باباها وبتقول له: يا بابا، سامح اخويا وبحبه ان هو اخويا، ومفيش في قلبي اي حاجة من ناحيته غير كده. جو بقى اني اتحط تحت امر وصية تحدد مصيري، انا اسفة يا بابا، مش هقدر. ومش حضرتك تمدح بقى بسامح، انا عارفة سامح كويس وعارفة هو مين، ده اخويا يا بابا ومتربيين سوا. والدها رد عليها وقال لها: يا بنتي، الميراث ده ربنا اللي مشرعه والوصية جزء منه. عزة طبعا كانت بتحاول تهدى وهي بتتكلم لان جواها كان في عصبية شديدة. امها دخلت عليها وقالت لها: يا حبيبتي، ابوكي وجدك عارفين مصلحتك كويس. عزة ردت على والدتها ووالدها: مع احترامي لحضراتكم والجد الله يرحمه، مفيش ميراث ولا وصية بشروط، وكمان يبقى الشرط جواز. ليه؟ الميراث ايه علاقته بالجواز؟ ايه اللي جاب الجواز للميراث بس؟ ابوها بعصبية وغضب: انت متخيلة انك بترفضي جوازها وبس؟ شوفي جدك كاتبلك ايه، حد يرفض مبلغ زي ده؟ انت اتجننتي؟ بابا لو سمحت، حتى لو ما كانش جدي كتب لنا وصية ب10 مليون، حتى لو كانوا 10 مليار، انا مش هوافق. انا شغلي ومرتبي مخليني الحمد لله مش محتاجة للفلوس دي، ومش مجبرة اتجوز حد مفيش بيني وبينه اي حاجة غير مشاعر اخوة وبس، ولا انا فارق معايا ملايين جدي دي اصلا ومش عاوزاها. الام: طيب خلاص سيبها دلوقتي يا عبد الله وانا هتكلم معاها اما تهدى. الاب عبد الله قال: انا فعلا همشي من اوضه البنت دي اهدي اعصابي من الاستفزاز اللي هي عملته ده. الام بدات تقعد مع عزة وتتكلم معاها وبتقول لها: يا بنتي،
فيها ايه لو اتجوزت سامح؟ ولو ما ارتحتوش مع بعض ابقوا انفصلوا عادي، وتبقي اخدتي فلوس الوصية وانت حرة بعد كده. عزة ردت على مامتها وبتقول لها ماما حضرتك بتقولي ايه؟ يعني انا حاليا لسه بنت بنوت اتجوز واتطلق علشان فلوس؟ وانا مين هيرضى بيا بقى بعد كده لما اكون مطلقة؟ الام قالت لها يا حبيبتي الف من يتمناكي وما تنسيش الفلوس اللي هتبقى معاكي. عزة قالت لها يعني ياخدوني مطلقة عشان فلوسي مش عشان نفسي، وهو ده ينفع يا ماما؟ وبعدين فلوس ايه دي؟ ما بابا ما شاء الله عنده شركته وحضرتك دكتورة كبيرة وأنا صحفية وربنا رزقنا من واسع الحمد لله، إيه لازمة بقى كل الكلام اللي إحنا بنعمله ده؟ ماما اسمعيني، أنا بتمنى أتجوز إنسان أختاره بمحض إرادتي، ولو سمحتي يا ماما اقفلي الموضوع ده معايا، الموضوع بالنسبة لي منتهي وأنا خلاص مش موافقة على الجوازة دي وده قراري النهائي. الأم خرجت من الأوضة وعزة اتصلت بسامح على التليفون واتكلمت معاه بعصبية جدا وبتقول له سامح أنا عاوزة أقابلك علشان نحسم الجدل في الموضوع الزفت ده بقى. سامح اتكلم معاها بهدوء وقال لها ماشي يا عزة بس اهدي، طيب أنا كمان زيك رافض، بس بطلي عصبيتك دي واهدي، خلينا نفكر بالراحة وبالعقل. سامح وعزة اتقابلوا في كافيه مع بعض وسامح بيدي لعزة كوباية عصير وبيقول لها خدي اشربي واستهدي بالله، والله انا ما بخاف غير من عصبيتك اللي انت بتعمليها دي، هتودينا في داهية من اخر عصبيتك. اهدي يا اختي مش كده. عزة الله ينور عليك، انا اختك يا سامح، انا ايه اختك فاهم؟ وانا بقى لازم اعرفهم ان انا اختك وانت كمان عرفهم وروح اقول لهم بقى الكلام ده. سامح بيقول لعزة طيب ممكن تهدي، انا كده كده ان شاء الله بفكر اروح لعمي عبد الله واكلمه، انتي انسانة جميلة ومحترمة وما تتعيبيش في حاجة، بس انا بحب واحدة تانية ومش شايفك غير اختي وبس، واتمنى لك كل خير مع حد انتي تختاريه، وبقى انا اخو العروسة، ما ينفعش ابقى عريس اختي طبعا. عزة شكرا يا سامح، وانت برضو انسان كويس وتستاهل اللي قلبك يختارها مش واحدة تتفرض عليك. سامح قال لها يا حبيبتي انت اختي وتستاهلي كل خير، احنا كده متفقين، بس كل تفكيري ازاي اجيبها لباباكي ان انا رافض الجوازة دي، ما ياخدهاش بحساسية بقى اني رافض بنته والكلام ده ويدخلني في كلام مش في نيتي اصلا. بقولك ايه يا عزة، قومي علشان خاطر انا عندي شغل بكرة وانت كمان عندك شغل، روحي نامي واهدي وان شاء الله ربنا يحلها من عنده. عزة روحت البيت وقعدت تفكر في كلام سامح وهي نايمة على السرير ومفتحة عينيها وبتقول جواها انا كنت خايفة قوي ان سامح يخضع تحت تأثير العيلة ويوافق على ارتباطي بيه، لكن من كلامه النهاردة معايا انا اطمنت ان هو في صفي لانه بيحب واحدة تانية، مع اني كنت متأكدة انه هيرفض بس حبيت اتأكد منه بنفسي. يا رب دماغي تهدى وتبطل تفكير في الموضوع ده، يا رب حلها من عندك وساعدني. تفتكروا سامح وعزة هيقنعوا اللي حواليهم بقرار رفضهم ولا هيخضعوا للوصية؟ انتظروا الجزء الثاني من سر الوصية على فوكلر ايجيبت. معاكم غادة فويس.